السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قريشلات بلديين كيجيو ساهلين وكيجيو منسمين وسريعين في التحضير ولذاذين ومقتنين. نتمنى هاد الوصفة هادي تعجبكم. بالنسبة للمقادير درت انا كيلو ديال الطحين، غنديرو في هاد الخلاط معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، واحد الكيس ديال هذا ديال الحامض منسم الحامض، ممكن تعوضوه بكيس سكر الفاني، معلقة صغيرة د حبة حلاوة، انا عندي مطحونة هنا، معلقة صغيرة ديال النافع حتى هو عندي مطحون، مسكة الحرة مدقوقة، شوية ديال الملح وكاس ديال السكر سنيدة. الزنجلان محمر نص كاس، غادي نخلط هاد النواشف غير بالمعلقة، من بعد عاد غادي نضيف داك المكونات الاخرين ونديرهم يطحنوا، ماشي يطحنوا يتعجنوا. نخلطو مزيان مزيان المكونات، من بعد غادي نزيد واحد 2 كيسان ديال الحليب عامرين، ونضيف هنايا 2 معالق كبار ديال الزبده. صافي غادي نخلي هاد العجينه كدور مزيان، ومن بعد غادي نضيف 2 بيضات ونخليها كدور مزيان مزيان، ونزيد من بعد نص كاس ديال الماء الزهر هو اللي غادي نجمع به حتى هو العجينه. غادي تشوفوا معايا في الفيديو هنا، من بعد ما يعني داك المكونات كاملين خلطتهم مع البيض وداك الشيء، غادي نضيف هنا الماء الزهر ونزيد نجمع العجينه باش كتولينا مجموعه ورطبه. صافي هي وجدت معنا، شوف كيفاش دايره، كتجي رطبه وكتلصق وفي نفس الوقت كتجي مجموعه. غادي نشكلها كويرات، كنشكل كويرات متقادين نديرهم في الصينيه ديال الفرن، ومن بعد نقرصهم بحال هكا قريصات ونخليهم يخمروا لنا مزيان. كما كتشوف انا خليتهم غطيتهم خليتهم يخمروا مزيان مزيان. من بعد ما انتفخوا كندهنهم بالبيض ودرت شويه ديال الحليب، ايوا وكندهن داك الفوقاني كاع كامل، وغادي ندير شويه ديال الجنجلان من الفوق ونخلي في هذا الوقت. راه هذا الفران خليته سخن على 200 درجه، من غادي ندخلها نقص النار على 180، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت، وكندير الصينيه في الدرجه الثانيه، وصافي حتى كتحمروا معنا وكيتنفخوا مزيان في الفران. كما كتشوفوا كيجيو محمرين وكيجيو رطب، والمهم خصكم تخليهم يخمروا مزيان. كما كتشوفوا هذه النتيجه النهائيه ديال قريشلات بلديين من السمين. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع انا درتهم مطحونين لاني ما عنديش الواجد هذا حب، فكان عندي هادو مطحونين فدرتهم حتى هما كيجيو لذاذين وكيجيو رطبين وكيجيو يا سلام منسمين بواحد الريحه ما تصوروش، كيجيو لذاذ. تقدروا توجدوهم في هذا العيد هذا لوليداتكم ولعائلتكم. ايوا هذه هي النتيجه النهائيه. شوفوا كيفاش كيجيو زوينين بزاف ورائعين الصراحه. تقدروا تجربوهم ان شاء الله. كيجيو مقطنين من الداخل وكيجيو رطب. نتمنى انا عجبكم هذه الوصفه هذه او القريشلات هذو. ما تنسونيش باللايكات ديالكم واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا القريشلات بلديين من السمين، كيجيو يا سلام، كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو رطبين رطبين بزاف
وكيجيو لذاذين. غادي نفتح معنا معكم شي وحده، شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجيو طايبين وكيجيو رطبين بزاف، شوفوا محمرين. شوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيجيو مقطنين بزاف بزاف بحال القطن، وكيجيو رطبين ومنسمين. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم ومع السلامه.